تاني أكبر كذبة في التاريخ بعد مسيلمة الكذاب هي المستقبل. خليك عارف، ضعف إيمان زائد سوء ظن بالله يساوي خوف من المستقبل. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ربنا عز وجل سمى سوء الظن بالله والخوف من المستقبل بظن الجاهلية. مستقبلك وحاضرك وماضيك بيد الله عز وجل، اطمن. سيدنا عبد الله بن مسعود بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا في الموضوع ده. بيقول حبيبك النبي إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فعلشان تبقى عارف انت جنبك شيطان بيوسوس لك بكل شر، بيوسوس لك بالفقر وبالخوف من المستقبل، فتعمل ايه؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اما جنبك ملك بيوعدك بوعد ربنا عز وجل ليك وبكل خير وبالبشرى، فاحمد الله. اوعى تخاف من المستقبل يا صديقي بقى، انت عارف الامر كله بيد الله. خلاص، طمن وخد بالاسباب واعمل اللي عليك، بس ما تخافش. السلام عليكم.